احساسك ايه بعد امتحان الانجليزي؟ لا هو الحمد لله كان احسن من الفيزياء بكتير. وانا فرحت لان انا بقالي 3 ايام مش عارف اذاكر اساسا بسبب اللي حصل في الفيزياء. بس الحمد لله الانجليزي جه كان سهل وكان حلو وبيتحل بسرعه. إيه؟ سهل. كان سهل ايه؟ قوي. سهل قوي والله بالنسبه لي كان سهل قوي. كان صعب جدا. لا انا بالنسبه لي كان سهل. انت اسمك ايه؟ اسمي احمد حمدي. انت بتذاكر صح؟ الحمد لله يا عم. عشان كده كان سهل. بس يا عم بالنسبه لك كده كان سهل طبعا. ماشي يا عم ماشي، لكن انت ما انا احسن ما اغش. اذاكر احسن ما اغش. صح انا معاك. واحسن ما اجيب الامتحان متسرب ويبقى الامتحان بالنسبه لي سهل برضه. ماشي اهو. الماده دي شايلها دي تاني سنه. تاني سنه معاك الماده دي؟ الماده دي وانا اصلا مسمينا في المنطقه عمر انجليزي فاهم. انا شفتكم السنه اللي فاتت. احنا بتوع السنه اللي فاتت. قول لي ايه الفرق ما بين اتجاه الديوانيين والاحيائيين؟ يا صاحبي انا امتحان الماني. لا انا بسالك في العربي، مش انت قلت العربي سهل امبارح؟ يا عم قول لي ايه الفرق ما بين الديوانيين والاحيائيين؟ وبتعملوا ايه هنا؟ جاي ناكد على المعلومات تاني. وعملتوا ايه في الامتحان بتاع الانجليزي السنه دي؟ لا انا شايل مادتين. الحمد لله. انا داخل بكيمستري وفيزيكس ان شاء الله. وانت داخل بايه؟ انا انت معاك انجليزي ما تكدبش. ايوه انت معاك انجليزي. والله الحمد لله يعني. بس امتحان الفيزيكس كان كله بيقول عليه صعب، بس امتحان بصراحه انا حليه. ما تاني سنه لازم تحل يعني. انا بحب الانجليش قوي خلي بالك يعني. عشان كده دخلته الحمد مرتين. لله، ونفسي ابقى اوصل للسي 1 سي 2. ده بقى له 4 سنين هنا مش عارف يعمل ايه. انا عايز اعرف انت بتعمل ايه. انا بس عندي مشكله النور اللي بيقطع عندنا مثلا بيقطع 6 ساعات بس يعني على ال 12 ساعه اللي انا صاحيهم. يعني ال 12 ساعه اللي انا صاحيهم في الدنيا النور بيقطع منهم 6 ساعات. انت بقى بتذاكر فين؟ انا بعمل زي ما ابويا بالظبط. شفت تحت عمود النور، حتى عمود النور والله قاطع. طبعا. ممكن على فوانيس العربيات. اه كل ما عربيه بتعدي بسطر. بالظبط. ايوه بالظبط. مريم دلوقتي في جامعه ايه؟ ياه ايه زمانك اتجوزت وخلفت؟ تقريبا. اكتشفت ان انت كل اللي كنت بتعمله ده كان لعب عيال. لا ما كانش لعب عيال، انا لسه في ثانوي. انا لسه عيل. لا وبعدين اللجنه يا احمد بجد الناس دحيحه قوي، ما بيدوش يعني ما بيدوش الاجابات. يعني عندك واحد ابو النضاره الدحيح ده. الدحيح اللي قاعد على العربيه ده؟ الدحيح اللي قاعد سند على العربيه دي ابو النضاره ده. ما في يعني مش فاهم مش عايز يدينا حاجه. هو اللي ظلم نفسه عشان ما ذاكرش يعني. ايوه. طب ما النور عندهم بيقطع. طب ما انا بيقطع عندي. انت ما رضيتش تساعد حد. انت ما بترضاش تساعد حد. لا والله يعني في 3 اشتكوا منك لسه معديين قالوا الراجل اللي لابس قميص هناك لابس شنطه كان معانا في اللجنه وما رضيش يساعد حد. مين هم دول؟ وبعدين كمان بتزعق لهم يعني ومش مكفي. طب ما تساعدهمش. قلنا خلاص يا عم بتقول غش. طب مين هم دول؟ ما بتساعدش مين حد. هم دول؟ ما اعرفش اساميهم، هم ولاد خالتي. لكن لما يجي واحد يقول لك بعد اذنك عملت السؤال ده ايه، فانت تقوم قايل يا مراقب بيكلمني. ما ينفعش. لا عمري ما عملت كده. لا انت عملت كده النهارده. بتاع 2 ما يعرفوش بعض قالوا عليك كده. لا دول عايزين يطلعوا عليا سمعه، ما تصدقهمش. لا ما تصدقهمش هم يعني انا عارف نفسي يعني هم اكيد مش هيعرفوني نفسي يعني. انا عايز اقول لك في النهايه يعني طبيعي ان ما تغشش حد ولا تغش من حد. أيوة. واي امثال زي الامثال بتاعت تعالى كده يا ابني. دلوقتي يا جماعه احنا معانا مثالين مهمين جدا قوي في ثانويه عامه. مثال للطالب المجتهد طارق، ومثال للطالب ايه؟ ما اسميش طارق. مشيها طارق عشان خاطري، عشان هو طارق اسم لايق عليك قوي. مثال للطالب المجتهد طارق، وهو طالع من الاوائل السنه اللي فاتت. يسمع بقى ربنا يعني ده عمري اصلا. طارق عايز يوجه. خليها زياد عشان انا اسمي زياد اصلا. زياد؟ ماشي خلاص. طارق هقول والله هظبط. زياد طارق. اسمي زياد محمد. زياد محمد؟ زياد ما اسميش طارق. ما فيش حد في عيلتي اسمه طارق خالص؟ بس شكلك طارق يعني. شكلي طارق ايه؟ شكلي هشام اصلا. شكلك هشام؟ طب خلاص ماشي. هشام كان عايز يقول كلمه لعمر وعايز يوجه له نصيحه، مع ان هشام اصغر من عمر ب3 سنين، بس هيقول له نصيحه النهارده. قول لعمر نصيحه. ما تغشش حد وما تضيعش مجهودك. يعني طارق والله ده طارق مش هشام ولا زياد. انا اسمي زياد او راكب بطاقه طيب عشان اثبت لك. لا انا مصدقك. ده مثال انا مش عايزك توصل له في يوم من الايام. حافظ على نفسك، على شكلك وهدومك ولبسك، وحافظ على شكلك المجتمع، وافضل زي ما انت طارق مالكش دعوه باي عمر. انا اسمي زياد بقى بس مش طارق. دلوقتي معانا احد الطلبه اللي اتعمل له محضر في اللجنه. اتعمل له محضر وهيتحرم من دخول الامتحان لمده 2 بس هو تقريبا ما عنده لا مبالاه. انت اتلخبطت. اقول اللي اتعمل فيه المحضر. مش انت اللي اتعمل فيه المحضر؟ مين انت؟ مين اللي اتعمل فيه المحضر؟ انت اتعمل فيه المحضر. والله ابدا. والله ابدا. انت والله ما انا. مشيها انت. والله ما انا. خد ده يليق عليه اكتر. طب انت عايز انا اعمل لك انت امسك. معانا الطالب اللي اتعمل فيه المحضر وهيتحرم من دخول الامتحان لمده 2 بجد والله؟ ايوه. ما انت الطالب. انا الطالب اللي عامل لي محضر؟ طب بلاش عشان امي بس والعيله عندي ما يتضايقوش وكده. هيزعلوا؟
هغير الموضوع، ممكن يكون في حاجه ثانيه. خلاص هغيرها. سابوني النهارده في الامتحان والله. صحابك اللي سابوك في الامتحان النهارده سابوني والله. بس معانا الراجل تعالى ابو شعر برتقاني ده نزل لي، بس انا كنت طلعت. نزل لك فين؟ نزل لي عشان يقول لي اي حاجه يسلكني، بس انا طلعت. ايوه نزل لك فين؟ انا معايا ناس في اللجنه يا جماعه يسقطوا اجدعها دحيح. يعني انت اصلا داخل ومذاكر والدنيا تمام. والله العظيم كنت حالل كويس قوي في امتحان التاريخ وغيروا كل اجاباتي. كان معانا محمد هشام الطالب اللي اتعمل له محضر الغش. والله ما اتعمل لي حاجه يا جماعه، ما اتعمليش حاجه والله. اصل امي تشوف الفيديو عم الحاج لا، ولا إن شاء الله مش تقعد هيحصل لك. تزعل وتقعد تقول لي عملت محضر مش عايز تقول لا، لنا. لا. وابويا دافع دم قلبه والله السنه دي، فمش عايزين يعني نتعبوا معانا. لا مش هنتعب حد، احنا بنهزر يا جماعه، ما حصلوش لا، ما حاجه. حصليش حاجة هو والله. تمام، هو اتمسك تمام. بالبرشام يعني خلاص. حاجه بسيطه. انتوا ساكتين كلكم كده ليه؟ في ايه يا جدعان؟ الامتحان كان صعب قوي كده؟ الامتحان كان سهل الحمد لله وكان جامد. يعني كان في مستوى الطالب الايه؟ متوسط. وانت من الطالب ايه؟ ضعيف جدا. الامتحان كله بالانجليزي، يعني ايه العبط ده يا جدعان؟ ده ايه ده؟ اقسم بالله ظلم. يعني ايه الامتحان كله يجي بالانجليزي؟ جايب لي سؤالين بالعربي، احنا نهزر. الامتحان كان في مستوى الطالب الايه؟ الدمج. مستوى مدرس الانجليش. احنا جاي بقى صعب. جاي يبقى صعب؟ هما بيعملوا كده عشان نقع في الفخ، فاهم؟ طب ليه ما انتوا صعب. وقعتوا في الفيزياء؟ ما بص بقى، هو امتحان سهل، امتحان صعب، امتحان صعب. الاختيارات في القطعه جامده جدا. بيقول لك في كلب اللي هو يعني بيستعمله الراجل الاطرش، فبيقول لك لو الكلب ده مثلا الراجل طفله بيعيط، بيقول لك هل الكلب ده هيروح يلحس طفل يلحس مناخير الطفل ولا هيمسك الراجل يقطع له هدومه. القطعة كلها بتتكلم عن الكلاب، كل الكلاب تقدر انها تساعد الناس العامية ولا العامية الطرشة ولا لا؟ لازم الكلاب المتدربة، كله بقى ايه مختلف بقى. السؤال بتاع المالتي لانجوال وكالتشر وكده هو ده اللي كان ارخم حاجه الصراحه. المالتي ايه؟ مالتي لانجوال ومالتي كالتشرال ومالتي ناشونال. واخترتيها ايه؟ مالتي لانجوال. عملتها مالتي ناشونال. وانت عملتيها مالتي ناشونال؟ الانجليزي كان سهل الصراحه يعني. اعتمدت على نفسك؟ بص صراحه يعني هو في الورقه دي بس دي الورقه الوحيده بس. اعتمدت على نفسك؟ اه والله حليت غشيته لوحدك. والله العظيم كان يعني تعبت فيه. تعبت في ايه؟ في الورقه اللي انت خدتها دي. تروح في البيت تقول لهم ايه؟ ان انا حليت اكيد بقى، غشيت بقول لهم صريح يعني. بس كده انا غشيت خلاص اللي حصل حصل. يعني لو واحد جه في اللجنه قال لك مش هغششك حاجه ولا فتن عليك في اللجنه ولا عليك بتغش، هتعمل معاه ايه؟ لا ده ساعتها فيها تصرف تاني مش هينفع اقوله دلوقتي. المقال القطعه جاب على فرد الجزمه. القطعه جات لك على فردة الجزمه؟ يعني هو ده... فرد الجزمه ضاعت، فاروح المدرسه فضلوا يعملوا حاجات كتير كده. ده المقال اللي جالي، واحد من القطعتين اللي جم لي. انا علمي على فكره، انا ما عملتش انا الفيزياء جالي الحمد لله مدينا 8 درجات اصلا انا عملتهم صح. حاليا احنا معانا احد الطلبه البنات اللي انهارت بمجرد خروجها من اللجنه، انهارت وكانت جشاء بالبكاء جدا، وانهارت وفضلنا نحاول نسكت فيها واهدي يا بنتي، وهي مش عايزه تهدى خالص. سمعناها دلوقتي بتقول لصاحبتها انها متقدم لها عريس وهتتجوز وهتقعد في البيت. والله يعني انا بالنسبه لي جواز اهون من الخرا اللي احنا شفناه النهارده ده. اغمى عليا مرتين في اللجنه، جو حر مفيش مراوح. هو شايف ان هو اللي متقدم لي على السود لذيذ كويس، خلاص ليه لا؟ جايب قطعتين، القطعتين بيتكلم فيهم عن كلاب. القطعه الاولى مازن خبى الكوتشي بتاع اخته، روي الكلب هو اللي لقى الكوتشي في الاخر. والقطعه الثانيه الكلاب اللي بتساعد الناس اللي هم ما بيشوفوش. اتنين عن الكلاب. يبقى احنا هنستفيد من القصه دي ان احنا لازم نجيب كلب بالظبط، ونسميه في روي. الحالتين لازم نجيب كلب. ايه السؤال الصعب التاني اللي كان موجود في اللجنه؟ لا هو بيكلمني عن السله بقى وبيب وميس هافشم عملت ايه في السله. ميس هافشم طبعا خلتها قاسيه القلب وبتكسر قلوب الرجاله، قدوتي في الحياه. ستيلا ما قدرتش تكمل مع بيب، قال يرجع بدي راحت اتجوزت جوز اخته. الامتحان جاي من مسلسل فريندز بالظبط. الامتحان كان كويس جدا. الواد ده غششني في كلمه في النوفل ما كنتش عارفها، هو اللي غششهاني فكرهاني. احنا ما لقيناش قلم تحت، احنا كنا لقينا 7 تحت في الحمام. في الحمام كلهم نازلين معاهم سجاير وانا الوحيد اللي ما بدخنش فيهم. فانا كنت قاعد بقى مستني الكلمات. راح واحنا طالعين بقى، ده طالع معايا، راح في لجنه كده مستخبيه جنب السلم، فقلت له احذف لي القلم. راح حذف القلم، كتب اهي بص اهي طف اهي، بس ان هي اتمسحت يعني مش واضحه. فهو غششهاني وانا طلعت كتبتها، وهي دي الوحيده اللي وقفت معايا الحمد لله. طف يعني ايه؟ والله ما اعرف، انا كتبت، هو قال لي الاجابه رحت دخلت كتبتها. طف از روك او از ستون، فاهم؟ اللي هو جرحت احساس يعني. بس هي ستيلا شخصيه مش كويسه، مستعرفش ان ربطها عن ان هم يكسر قلب الولاد وتبقى توكسيك، وبلاير وبنت مش كويسه. فهو ربنا بلاير كلاعبه يعني لا بتلعب بالرجاله، ست مش كويسه. بلاير ويز من يس ويز مينز هارت
ويز ايه؟ منز هارت. في حاجه اسمها مينز؟ منز MEN لا ما كتبتها فاصلة اس هارت. اس الملكيه. اس ملكيه مش منز. لا يا عم عيب عليك انا يعني. قلت ايه يا عم انت مش شايف السماعات؟ احنا عايزين نخلص بقى نسافر الساحل بقى نعمل اي حاجه بقى عشان احنا تعبنا بجد. كان معكم احمد ابراهيم يحدثكم بالريموت ريسيفر اللي هو بيبقى عليه اشتراك بين اللي هو سنوي ده. والامتحان الانجليزي كان سهل جدا وكان جميل، وانا مبسوط جدا ان انا قابلت مثال جيد زي طارق، ومتضايق جدا ان قابلت مثال سيء زي عمر. واتمنى لكل الطلاب بتوع ثانويه عامه الخير والنجاح، وان شاء الله من امتحان لامتحان. حبيبي يا طارق، حبيبي يا طارق، اشوفك على خير.